السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو ديال نهار اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوى ديال الكنافة باللوز اللي دايره ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي واللي صراحة كتجي اكثر من رائعة. غادي نشارك معكم بطريقتين مختلفتين وغادي نعطيكم جميع الاسرار، غادي نعطيكم جميع المعلومات، غادي نشارك معكم اي حاجة كنعرفها في كل ما يخص هذه الوصفه. فإلا كنتم مشتركين في القناه ديالي كنقول لكم مرحبا ومية الف مرحبا، اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال الفيديوهات ديالي. وإلا كنتم مشتركين دعموني باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو بالنسبه للطريقه ديال التحضير. بالنسبه لي هنايا انا عندي العقده. بالنسبه للعقده ديال اللوز كاملين كنعرفوا كيفاش كنحضروا العقده ديال اللوز، وإلا بغيتوا تعرفوا الطريقه ديال تدخلوا للفيديوهات السابقه فانا حاطه مجموعه ديال الطرق وحاطها في فيديوهات عديده الطريقه باش كنحضر العقده ديال اللوز. المهم كتعرفوا كنقشروا اللوز، كنسلقوه وكنقشروه، كنخليوه حتى ينشف وكنطحنوه وكنجمعوه بشويه ديال المربى مع شويه ديال الزبده مع شويه ديال ما الزهر. كندير واحد شويه ديال المسكه الحره. بالنسبه للقرفه كتبقى اختياري، ديروها ولا ما ديروهاش. انا بالنسبه ليا لهاد العقده ما فيهاش القرفه. كيف ما كتشوفوا كنعبر 12 غرام. هاد بالنسبه لهاد العقده هذه اللي كنصايب دابا بالنسبه 12 غرام راه غادي نحضر بها هادوك اللي الشكل ديالهم بيضاوي او لا اوفال. صافي كنحضرهم على هذا الشكل وكنحتفظ بهم. بالنسبه للكنافه انا راه كانت عندي في المجمد، راه يلاه جبدتها باقا ما طلقاتش. البنات اللي عايشين في اسبانيا انا راه كنشريها من الكامبو، والبنات اللي عايشين في المغرب راها موجوده في المحلات الكبرى. عندي هنايا الكنافه، راه الا درتوها في الثلج كتبقى لكم مده طويله ما كيوقع عليها حتى شي حاجه، غير هي جبدوها شويه قبل. انا صراحه كنت نسيتها وما جبتهاش، وانا اصلا بالنسبه لهاد الوصفه طلباتها مني واحد المتتبعه اللي كتتبعني باني غادي نحطها ليها. صافي غادي نبقاو كنحلوها شويه بشويه. هي راها كتكون اصلا محلوله، ولكن انا هذه غير حيت درتها واحد المده في الثلج وشويه كيف ما كتشوفوا بحال يبست بالثلج. بالنسبه لهذا المزيج عندي هنايا تقريبا هنا عندي نص كاس ديال العنبه ديال الزبده من اصل حيواني وزدت عليها معلقه ديال الزيت. الزبده من اصل حيواني كتعطي فيها واحد اللذه اللي هي رائعه. وبالنسبه للكنافه راه عندي هنايا تقريبا 4 كيلو ديال الكنافه، وعندي تما تقريبا ديال اللوز. عندي بالنسبه للوز انا غادي ندير كميه كبيره، شاركت معكم تما عندي 4 كيلو ديال اللوز، ولكن بالنسبه للرابعه ديال الكنافه كدير لكم نص كيلو ديال اللوز. دائما المقدار ديال اللوز كديروا النص ديالو ديال الكنافه راه كيكفي وكيشيط. ولا بغيتو ديروها قليله راه قل، يعني الثلث ديال المقدار ديال اللوز ديروه كنافه وكيكفيكم. بالنسبه لي انا الشكل ديال الاوفال كيف ما قلت لكم غادي نستعمل هذا المول هذا. بالنسبه لهذا المول راهم هما الماركه الاصليه. انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا باش تعرفوا الماركه الاصليه، وانا غادي نعطيكم لاستيس عاود باش كتعرفوها. بالنسبه للماركه الاصليه ملي كنحلوها ما كيوليش اللون ديالها ابيض، هذه كنعرفوها راه اصليه، كنقدروا ندخلوها للفران نطيبوها. وبالنسبه لهاد الماركه هذه اللي ملي كنحلوها كتولي بيض، هذه راه ماركه عادي. انا هادو كنستعملهم فقط في الثلاجه ما كنديرهمش في الفران، لان باش نحاولوا على الصحه ديالتنا. وصراحه انا من الناس كنقول الا خدمت شي حاجه كنخدمها بصدق وبنيه، والا خدمت شي وحده لشي حاجه كنبغي نخدمها ليها بيان كوم يلفو. صافي غادي نبدا ناخذ واحد المقدار ديال هذيك الكنافه. لاحظتوا البنات انا راه ما درتش معاها السكر كلاصي لاني غادي نسقيها من بعد بالعسل. وكنبدا ناخذ واحد شويه ديال الكنافه وكنديروا في هذوك الثقوب ديال هذاك المول على هذا الشكل هذا. هذه بالنسبه لي انا قلت لكم غادي نشارك معكم طريقتين مختلفتين بالنسبه لهاد الكنافه باللوز. راه قبيله ما كانتش تفكات مزيان، دابا عاد ديكونجيلات، دابا عاد بدات كتعطيني الطوع شويه وكتحل ليا مزيان. الا شفت شي وحده ما محلولاش كنحلها. صافي كنبقى نستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنفرش هاد الكنافه في القاع ديال هاد المول هذا بهذا الشكل.
صدقوني هاد الحلوه راها ساهله، ولكن راه الثمن ديالها كيتباع في المحلات غالي، وحتى السيدات اللي كيخدموا هاد النوع ديال الحلويات راه كيخدموه بواحد الثمن، صراحه واحد الثمن اللي هو غالي، رغم انه ساهل ساهل. اشنو ما غاديش نقول لكم الله يكون في العوان، لان الكنافه غاليه وما كتوجدش، ما كتكونش في جميع المحلات، يعني الا كانت هي غاليه، لان اللي غتخدم الكنافه وغادي ديبلاص راها على ما اظن غادي تحسب لكم ترونسبور. ولكن بالنسبه لكم نتوما الا كنتو مشيتو تقداو ولا جبتوها وخليتوها في الكونخيلادور راه ما كيوقع لها والو. كما كتشوفوا انا من بعد ما جبت دوك من بعد عفوا ما درت ديك الكنافه في القاع، غادي نجيب دوك الكويرات ديال العقده ديال اللوز وغادي نديرهم من فوق هذيك الكنافه بهذا الشكل هذا. هما كنحاولوا شويه نضغطوا عليهم حتى يولي الشكل ديالهم اوفال، وكنحطهم فوق هذاك المول، وكنجيب عاود واحد الكميه من هذيك الكنافه وكنغطي بها هذيك العقده ديال اللوز بشكل عشوائي. واخا يبقاو لنا دوك الخويطات خارجين ماشي مشكل، فهما ملي كطيب الكنافه كيعطيو المنظر اللي هو زويون. غادي نستمر على هذا الشكل حتى غادي نكمل هذا المول كامل، وغادي نكمل الكميه كامله. انا درت المول اوفال، وغادي نعاود نشارك معكم شكل دائري بطريقه ثانيه، ولكن نتوما تقدروا تستعملوا اي مول عندكم واي شكل عندكم واي شكل بغيتوا ديروه فتقدروا ديروه. كما كنقول لكم دائما انا كنعتمد على داكشي اللي متوفر عندي، وكيبقى على كل سيده واشنو عندها في المطبخ ديالها. صافي غادي نستمر من بعد ما غادي نكمل، غادي ندخل هاد الكنافه الفران طيب. انا شعلت عليها فقط تقريبا 140 درجه، شعلت عليها من التحت ومن الفوق وعطيتها الوقت حتى تحمرات على هاد الشكل هذا. من بعد ما تحمرات بغيتو ديروا السيرو وتسقيو به ديروا السيرو. انا هنايا ما درت السيرو، كان عندي العسل وسقيتهم بالعسل. صافي غادي نبقى ندير تقريبا القياس ديال معلقه صغيره في كل وحده، غادي نخليها حتى غادي تشرب العسل. الا بغيتو ديروا السيرو ديروا كاس ديال السنيده مع نص كاس ديال الماء مع الدويورات ديال الحامض فقط، وخليهم يغليو حتى يذوب داك السكر تماما. غيكون الشكل ديال السيرو تقدروا تسقيو به حتى هو تيجي مزيان. ولكن البنات اللي كيتبعوني راه انا كنحاول ما امكن الوصفات ديالي يكونوا شيئا ما صحيين، فانا كتعرفوا اسبانيا معروفه بالعسل الحره، فانا كندير لكم العسل الحره دائما. داكشي علاش ما درتش السكر فاش كنت كنوجد ديك الكنافه، اولا فاش كنت كنفكها فدرت معها كيف ما شفتوا فقط القليل ديال الزبده ودرت معها شويه ديال الزيت. غادي نستمروا حتى غادي نكملوها كامله بالعسل. غادي نجيب هاد الكويغطات هادو لان هاد الكويغطات كيعطيو فيها المنظر، وخاصه هي فيها العسل ما غاديش نقدروا نديروها وهي كتعسل بوحدها. صافي وغادي نبدا كنحيدهم وكنديرهم في هاد الكويغطات هادو على هاد الشكل بسهوله. بالنسبه لدوك الخويطات ديال الكنافه اللي كيبقاو خارجين بغيتو تحيدهم حيدهم، ما بغاوش حتى هما راه كيبقى المنظر ديالهم زويون. صافي غادي نحيدوهم، غادي نديرهم في الكويغطات. انا غادي نشارك معكم وحده ثانيه. كيف ما كتشوفوا اللوز هو اللي كيبان لكم في الوسط محمر، والكنافه كتكون لتحت والفوق. صدقوني البنات واحد المنظر كيجي راه اكثر من رائع. صافي من بعد انا خديت هنايا هذا البيستاش، هذا راه هو بيستاش مقلي ولكن بدون صال اي بدون ملح، يعني كيكون هذا بالنسبه لبنات اسبانيا هذا كيتباع في الليدل بحال هكا. صافي غادي ناخذه باش تجي ديك الخضوره، كنقسم ديك البيستاش باش كيجي اللون ديالو اخضر. صافي وغادي نديرو هذيك الكنافه راه ديجا فيها العسل، راه ان فوا كنحط دوك الصيصات ديال البيستاش كيلصقوا. صافي وغادي زدت معاها الفستق قبل، وغادي ندوز نحضر معكم هاد الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني انا هنا عندي نفس الكنافه نفس الطريقه باش خلطتها، فقط عندي هاد الكويورات درت فيهم 10 غرام لان هاد المول كيف ما كتشوفوا عندي صغير. وهذه غادي نصايبها بطريقه جد سهله وحتى هي المنظر ديالها انا صراحه هاد المنظر ديال هذه كيعجبني اكثر من المنظر ديال الشكل ديال الاولى.
صافي غادي ناخذ هنايا الكنافه نحلها. اصلا هذه راه كانت شاط ليا من داك الشكل اللي درت منه داك الشكل الاول، وغادي نبدا كناخذ دوك الكويورات مدورين وغادي نبدا كنكور عليهم عفوا الكنافه هكا. كناخذ بطريقه عشوائيه الكنافه وكنديرها وكيكون داك اللوز الوسط. صافي كنحاول ما امكن كاع الجناب ديال هذيك العقده ديال اللوز يتغطاو ليا بالكنافه. الا شفت شي جنيب هكا كناخذ واحد شويه ديال الكنافه وكنحطو بهذا الشكل. الفيديو راه شارح راسو، الطريقه راها واضحه وسهله وباينه. صافي وغادي نحطو في هذا المول هذا ديال السيليكون وغادي نضغط عليه. هنايا راه شويه صراحه ما لاحظتش بان الكاميرا كانت بعيده، ولكن ها هو الشكل واضح. انا غنعاود معكم وحده ثانيه باش يبان لكم. صافي كندوروها مزيان بالكنافه، كنحطوها في هذاك المول وكنضغطوا عليها. غادي نستمر حتى غادي نكمل هذا المول كامل كما سبق وقلت لكم في الشكل الاول. بالنسبه لي انا راه كنخدم بدوك لي مول اللي كيكونوا متوفرين عندي، وانتم خدموا بلي مول اللي متوفرين عندكم. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه. ملي غادي نكمل غادي نجيب هنايا، انا هنا كان عندي هذا اللوز رقيق. بالنسبه لهذا اللوز الرقيق كندير 3 ديال اللوزات كندخلهم في هذيك الكويره ديالتي وكنحاول نضغط عليهم باش يشدوا اللوز، لان كتكون الكنافه الفوق ما كتخليش داك اللوز يشد، فكنضغط عليهم حتى كيوصلوا اللوز باش كيبقاو لاصقين. هادوك اللي كتشوفوا فيهم لوزه وحده تقاد ليا اللوز الرقيق وبقى ليا اللوز غليظ ودرت غير وحده. نفس الطريقه طيبتهم ونفس الطريقه سقيتهم بالعسل، بنفس الطريقه حتى هما طيبتهم على عافيه مهيله وخليتهم حتى تحمروا. نفس الطريقه باش طيبت الاولين طيبت هادو صافي، وبنفس الطريقه حتى هما كنديرهم في الكويغطات. كيكون هذا هو الشكل ديالهم ملي كنجبدهم. هادوك تيكونوا الشكل ديالهم اوفال، هادوك اكتفيت لاني زينتهم قبل ما نطيبهم، وهادوك من بعد ما طيبتهم. كان هذا هو الشكل الثاني ديالهم. بالنسبه لهادو اللي كتشوفوا راه زينتهم باللوز وشي وحدين بالبيستاش، وبالنسبه للشكل الاولاني هو هذا اللي كتشوفوا. وكان هذا هو الشكل ديال الكنافه. صدقوني راها كتجي اكثر من رائعه. جربوها وردوا عليا البال. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بالتعليقات ديالكم والاراء ديالكم. خليوا لي التعليق ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. ودمتم في امان الله، والى فيديو قادم بحول الله. مع الف شكر.